البعيدة في وسط الميدان لصالح عناصر فريق اشبيليا عن طريق كوريا. ما زالت عنده الكرة، كوريا غير تماما من هناك على الجهة اليمنى لصالح عناصر فريق اشبيليا. فعلها لويس دانيلو ضد مرماه البرازيلي، يسجل بنهاية 5 دقائق ويفتح مجال التسجيل لاشبيليا. اعطيني ظهرك وحظك يا دانيلو، انت لم تنل اعجاب عشاق الريال في يوم ما. انت ظروفك تزداد سوءا بتسجيلك لمثل هذا الهدف ضد مرماك في الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة. لو طلب منك ان تكررها 100 مرة لما فعلتها يا دانيلو، ولما سجلت هدف بهذا النوع. لو كنت في الهجوم لما سجلت هدفا للريال بهذا الشكل وبهذه البراعة والروعة. جول اول لاشبيليا عند الدقيقة 10. فرحة كبيرة لخوخي لويس سامباولي، يدرك قيمة هذا الهدف الأول ومدى أهميته. 3-1 صارت النتيجة الآن. سعود عادل رامي في هذه الركنية لصالح عناصر اشبيليا، مرفوعة بالقائم الثاني وكيكو غاسيا، ثم اسونسيو انطلق، يبقى كيكو غاسيا ساقط هايلة من اسونسيو، زاد في السرعة 3 مهاجمين امام 3. اسونسيو راح، اسونسيو دخل، اسونسيو وصل، اسونسيو جول. فعلها الصغير ماركو اسونسيو، عدل النتيجة للريال وعقد امور اشبيليا في الدقيقة 3 من انطلاقة الشوط الاول. استلم اسونسيو، انطلق اسونسيو، راوغ اسونسيو، صمد اسونسيو، زاد في السرعة اسونسيو، هاي الإعادة مرة ثانية. استلم راوغ ببراعة، انطلق وصمد امام عودة الدفاع، قوة كبيرة وسرعة فائقة، راح وكاد يسقط وصمد وسدد وسجل جول التعديل لريال مدريد في الدقيقة 3 من انطلاقة. هدفين خسر ب4 أهداف. كرة من هناك عند اليسرى، اسكوديرو الهدف الثاني من اللاعب الاحتياطي ستيفن يوفيتش. اسكوديرو في القائم الثاني وخلل اخر وخطأ اخر على مستوى دفاع الريال. ليس من عادة دفاع الريال عندما يكون براموس وفاران او بيبي ان يخلي فلغات مثل هذه في القائم الثاني لاعب وحده. المونتينيجرو ستيفن يوفيتش يحاول احياء المباراة مجددا بتسجيل اول اهدافه في اول دقائقه مع فريق اشبيليا بهذا الشكل. اسكوديرو حطها ببراعة ويوفيتش مثل ما جاءت بيمناه بوجه رجله حطها في الشباك وسجل الجول الثاني لفريق اشبيليا. قد يكون خطأ لم تمر التغطية من راموس. نعم الفار المراقبة هو اللي خرج وخلى مكانه لكريم بنزيما. الكرة تنفذ، الدفاع يخرجها، ما زالت خطيرة لصالح كراني فيتير، يلعب على الجهة اليمنى مع سارابيا بيسرى، سارابيا وتوزيعاته، كرة هذه المرة لم تمر. التغطية الدفاعية من هناك عن طريق اللاعب لويس دانيلو، ما زالت لعناصر اشبيليا الكرات البينية تلعب مع فيتولو وارجع لسارابيا مرة ثانية. سارابيا وفيتولو دخل بقوة، عنده الكرة ما زال فيتولو يلعب بينية، وصلت على الجهة اليمنى لسمير نصري فاز على الريال من دون البي بي سي. كرة من هناك على الجلدة لصالح عناصر ريال مدريد، البحث عن ضربة جزاء يقول حكم المباراة، ضربة جزاء يقول حكم المباراة لكازيميرو عند الدقيقة 81 من عمر المباراة. الحكم السيد رامون سانشيز بيخوان ينهي المباراة بإعلانه لضربة الجزاء بهذا الشكل في هذا الوقت بالذات في ال8 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. 3-1 كان فيه أمل، 3-2 قضي الأمر وينتهي كل شيء. نعم فيه دفع من الخلف واضح، نعم فيه دفع من ماتياس جرايفين المثال الأرجنتيني على البرازيلي واضح. نعم زاد فيها شوية اللاعب كازيميرو ولكن الخطأ واضح والدفع واضح وضربة الجزاء صحيحة وصريحة لصالح عناصر ريال مدريد أمام احتجاجات جماهير فريق اشبيليا. راموس سيتولى تنفيذ هذه الضربة. هذا ليس سيرجيو راموس يتوجه نحو تسجيل هدف ضد فريقه ضد مدرسته التي لا
التميز والذكاء والحس التهديفي وبرودة الأعصاب عند راموس. يا سلام، جول غابة يقول لهم أنا لابس قميص الريال، أنتم فريقي السابق ولكن أنا بقميص الريال ليس بإشبيليا. يا سلام عليك يا راموس، أنا متأكد بأنه هو الذي طلب وأصر على تنفيذ ضربة الجزاء حتى يسجل على فريق السابق لريال مدريد ويقول لهم أنا حامل الرقم 4 وحامل رقم ريال مدريد، الفريق العريق، الفريق الذي لا يمكن أن يرفض، الفريق الذي يحلم باللعب له كل طفل. توني كروس يرجع مرة ثانية ناحية رفيقه اسونسيو لبنزيما، بنزيما يلعب مع مارسيلو، بنزيما كرة قدم للريال وبنزيما جول. بنزيما يعود له الفضل في تحطيم الرقم القياسي لريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. ريال مدريد هو أول أفضل أكبر نادي في إسبانيا لم يخسر على مدى 40 مباراة. ريال مدريد بسبع أرواح يفعلها، ريال مدريد بإصرار كبير، أي نعم تأهل وحافظ على رقمه، حطم الرقم القياسي الإسباني في عدد المباريات من دون خسارة بفضل بنزيما. اللعبة الثنائية الرائعة بينه وبين مارسيلو. دور ثالث لريال مدريد، 3-3 يا له من سيناريو. ريال مدريد يواصل زحفه 40 مباراة من دون خسارة في سنة 2016 تحت راية زين الدين زيدان كمدرب لريال مدريد. على الكرة، عليك يا زيدان. رقم آخر يحطمه سنة 2016 كانت نهايتها جميلة بفوز